لا قصة أخرى أيضا عند الصحابة أن رجلا من الصحابة جاء صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله عندنا يتيمة. جاء رجل موسر ورجل معسر، شاب معاه فلوس وابن ناس على ما يقول العامة، وشاب تاني لسه بيبدأ حياته وعم يجمع أموال، وهي تهوى المعسر فجاءها على نته يحبها. طبعا هو جاي اتنين جايين للأهل، واحد هي لا تعرفه لكن معاه مال ويستطيع أن ينفق عليه، والثاني بدأ حياته لكن بتحبه تهواه بقلبها. فقال عليه الصلاة والسلام لم نرى للمتحابين إلا النكاح، يعني أنكحها من هذا المعسر الذي تهواه بقلبها. وفي هذه رسالة لأولياء الأمور إياكم من إجبار البنات على ما لا يرغبن بكرا كانت أو ثيبا، فإذا جاء شاب ترغبه ولو كان أقل مالا أو حالا أو هيئة فأنكحها إياه، لأن هي التي ستعاشر الرجل. فكم من بيوت الآن تئن تحت نار الفراق والهجر بسبب أن المرأة لم تتزوج من تهواه، أو أن الرجل أرغم على زواج امرأة. أيها الناس، إنما يبتغى من الزواج الديمومة، لا الهجر، لا الشقاق، لا الفراق. فليتقي ولي الأمر الله عز وجل في من ولاه أمره، ولتتقي المرأة في زوجها، تتقي الله في زوجها، وليتقي الزوج الله عز وجل في زوجته. البيوت المسلمين الآن تئن على صفيح ساخن، وهذا لا يرضي الله البتة، لأن الهدف من الزواج إعلاء كلمة الله في البيت المسلم، بيت يقوم على الشقاق وعلى الفراق وعلى الهجر والسباب وعلى عدم تقوى الله، بيت لا يرضاه الله. بيوت المسلمين لا تقوم هكذا. صحيح أن كل البيوت لا تقام على الحب، لكن إذا كانت البنت قد رضيت لا أرغمت. إنما فعل الجاهلية أن تكون كسقط المتاع فترغم مع أن في قلبها غيره، لا، لأنك تضر هذا الرجل الذي جاء وتفسد عليه بيته، لأنه ينكح امرأة في قلبها رجل آخر، وهذا لا يجوز، وذاك ليس بملكها. فتكون خدعت هذا الرجل المسكين الذي جاء أراد امرأة له وهي قلبها مع غيره، والسبب أنت. لكن متى يجوز للولي أن يمنع ابنته؟ إذا كان هذا الشخص فاسدا. يعني بنت ممكن تحب ولد بسلسلة وولد مفسد في الأرض وخلاص وقع قلب، هذه سفيهة. نحن لا نتكلم عن السفهاء، هذه سفيهة لأنها لا تعرف مصلحتها. في هذه الحالة يمنعها الولي لعلة شرعية، لكن يمنعها لعلة غنى وفقر لا يجوز، لأن الله عز وجل قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله.